قيل يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل. شوف الوصف المخيف، تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها إنها من أهل النار. تصور يوم القيامة اللي كانوا محسبينها قمة الصلاح يشوفوها بنار جهنم. يا فلانة شو عم تساوي هون؟ لا خير فيها تؤذي جيرانها بلسانها، من شتيمة، من غيبة، من نميمة، من هتك أعراض، من والعياذ بالله مدح وثناء. قد يقول قائل شلون مدح وثناء؟ بتم بتروح بتجي بتقول لها يا جارتنا بتستمي عينك وما شاء الله حولك، والله لو كنت بعرفك قبل ما يتجوزك جارنا ما بروحك من ايدي لاخي، والله هيك جمال تستاهلي احلى من زوجك. تبدا تزرع بذور الفتنه. وانت مثقفك قال لازم تاخذي واحد مثقف بنت حكايتك، يعني ما بعرف شلون سبحان الله وافقتي، اسمه ونصيب اسمه ونصيب. بيبدا والعياذ بالله، نسال الله، هذا كله اسمه ايذاء. مو تحسب انت بس اذا طلعت ثبتها وفاتت. حطت لك كيس القمامه، الدنيا صيف، في نص قشره بطيخه شرشر سلحب لعندها، طلعت ريحه الحمضه بالبنايه، جارتها قالت لها يا جارتنا الله يرضى عليكي يعني شو، وبدت يسأل الله العافية. كله هذا إيذاء. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق ألا فزينوا دينكم بهما. هنا أفرد السخاء مع أن السخاء من حسن الخلق بس للأهمية، كما أنه في حديث آخر يفرد الحياء للأهمية. السخي يعني الكريم، الكريم قريب من الله كما قال عليه الصلاة والسلام قريب من الناس قريب من الجنة، والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد من الجنة. يا لطيف يا لطيف، يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء. واحد صهره بخيل دابح بنته، قال من حرقة قلبه قال لي يا ريت اجاني صهر سكرجي ولا اجاني صهر بخيل، اي لانه السكرجي كريم بيحط عشية العدة والآلات تبعه، وقال لي بتاكل بنتي معه، قال لي هذا بنتي ما عم تاكل عنده، الله وكيلكم. قال تصور بالليل بيطفي البراد مشان شو يشتغل طول الليل، ها بتصيب بالليل بيشغله الصبح. قال لي دابحني. واحد بخيل كتير 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 قال له لابنه يا ابني انزل استعار شاكوشة جارنا ابو عدنان ندق بسمار بالحيط. نزل طلع قال له بابا قال ما عندهم. الثاني الثالث قال له ايدها مكسوره. الرابع قال له عايره لابنه، قال له يلا ماشي الحال طالع شاكوشتنا ندق فيها. نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. بينما شو قال الشاعر عن ذاك الكريم يصف كرم الكريم المبالغ بكرمه، قال لو لم يكن في كفه سوى روحه لجاد بها فليتق الله سائله. يعني دير بالك لا تسأله بيعطيك روحه، إذا ضربت روحه بيعطيك إياها. لو لم يكن في كفه سوى روحه فليتق الله سائله، لجاد بها فليتق الله سائله. وزين العابدين ابن الحسين ابن سيدنا علي الله يرضى عنه ويرضى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وطلحة والزبير، الله يرضى عن أصحاب رسول الله جميعا لا نفرق بين أحد منهم. وصفه الشاعر فقال ما قال قط لا إلا في تشهده، بس بالتشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله، وباقي ما تبقى طلبات كلها للقبول والعطاء. ما قال قط لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ألا فزينوا دينكم بهما السخاء وحسن الخلق. قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضلهم إيمانا؟ ما قال أكثرهم تلاوة ولا قال أكثرهم تعبدا ولا تهجدا، قال أحسنهم خلقا. نعم. وعن الحسن البصري
رضي الله عنه قال، يعني هو من كلام الحسن: من ساء خلقه عذب نفسه. وقال وهب بن منبه: مثل السيء الخلق كمثل الفخارة المكسورة، لا ترقع ولا تعاد طينا. نسأل الله العافية. وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق خير وأحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق.